كولر يحذر لاعبي الأهلي قبل قمة الترجي التونسي. لو كنت أهلاوي أصيل ادعمنا باشتراك ولايك في القناة قبل ما نخش في تفاصيل المباراة القوية ونشوف كولر طلب ايه من اللعيبة بالظبط. طالب السويسري مارسيل كولر مدير الفني للأهلي لاعبي الفريق بالحفاظ على شباك المارد الأحمر نظيفة في مباراة التونسي المقرر لها الجمعة في دوري الأبطال، مشددا لهم على أن الخروج من لقاء الغد دون اهتزاز الشباك أحد أهم مقومات الصعود لنهائي البطولة. فتحدث كولر مع لاعبي الأهلي على مدار الأيام الماضية عن عدة أمور ونقاط فنية خاصة بلقاء الترجي، ويأتي في مقدمتها كيفية التأمين الدفاعي ومنع لاعبي الترجي من الوصول لمرمى محمد الشناوي. وأوضح المدير الفني لاعبي الفريق أن عليه أن يخرج بمكاسب عديدة في لقاء الذهاب بتونس، أهمها عدم استقبال أهداف على أن يحسم الأهلي تأهله في لقاء القاهرة بعد أسبوع. ويلتقي الأهلي مع الترجي بملعب رادس في 10 من مساء الجمعة بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 19 مايو. فتسلم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من جهاز المعاون ملخص لفريق الترجي التونسي خلال المباريات الأخيرة، أبرزها المواجهات التي جمعته في الدوري التونسي مؤخرا، حيث خسر من الصفاقسي الذي يقوده حسام البدري، ثم خسر من الأفريقي، بجانب مباريات أفريقية أخرى خاضها الترجي مؤخرا من أجل دراسة المنافس التونسي جيدا قبل لقاء الجمعة المرتقب. وعقد كولر أكثر من جلسة مع لاعبي الفريق تحدث معهم عن لقاء الترجي وصعوبته وعدم الاستهانة به بدعوى تعثره المحلي مؤخرا، لا سيما وأن الفريق التونسي من الأندية الكبيرة محليا وأفريقيا وقادرة على العودة سريعا وتقديم مواجهات كبرى باعتبارها تمتلك شخصية الفرق الكبرى. تحدث المدرب السويسري أيضا مع لاعبي الأهلي كذلك عن ضرورة عدم التفكير في أفراح التتويج ببطولة السوبر المصري الأخيرة التي حسمها الفريق على حساب بيراميدز خلال المباراة التي جمعتهما في الإمارات، حيث فاز الأهلي بهدف نظيف للتوج باللقب 13 ببطولة السوبر المصري. وفي النهاية قولوا لنا رأيكم ايه في الكومنتات وتوقعاتكم من مباراة الأهلي، هل يفوز أو المباراة تنتهي بالتعادل ويكون الحسم في القاهرة، ونلقاكم في مباريات أخرى.